تمام. احنا كده وصلنا ان ابن حضرتك كان راكب العربية في 29/5/2002 والعربية خبطها القطر سلمها للقطر الثاني، اصبح العربية يعني العربية اتخبطت ما بين القطرين. بين القطرين. وكان راكب بقى في العربية، كان راكب في العربية دول 4 تنفار. 4 تنفار في 2 3 شباب وبنت. بنت اخو الواد اللي هو صاحب العربية. فاتنين ماتوا وابن حصل له بس، والواد التاني حصل له بس في رجلين الاثنين وقتل الاثنين. ولحد دلوقتي عايشين اللي حصل لهم بس عايشين، يعني من ضمنهم ابني. هو كان في سنة عنده كام سنة ساعتها وكان بيدرس؟ كان ساعتها كان 16 سنة. يعني لسه ما دخلش كلية طبعا. لا لسه ما دخلش كلية. كان رياضي، كان طبعا اكيد. كان بيلعب في النادي الاولمبي، بيلعب كرة قدم عند الكابتن حسن الهوى. في النادي الاولمبي. وبعدين النهاية يعني انا اشكر اللواء عبد السلام المحروب، راجل محترم جدا. يعني ما انساهوش، يعني وقف معايا وقفة جد يعني. والشباب والرياضة والدكتور علي الدين هلال وقفوا معايا يعني في علاج ابني من اخره. وجيت بعد 4 سنوات في حدود 25/6/2006 في الحدود ده قابلت اللواء عادل لبيب وقلت له انا عايز اعين ابني، انا فلان وفلان وفلان وفلان. عين ابني في مركز المعلومات بالمحافظة من 2006 لحد وقتنا عقده ب 250 جنيه. هو كمل تعليمه بقى طبعا، دخل كلية ايه بعد كده؟ لا ما دخلش، خلص دبلوم وما رضاش. عمل تحويل مسار الثانوية العامة تحويل مسار. درس دبلوم ايه بقى؟ دبلوم صناعي. عمل تحويل مسار. فاللي هو عادل لبيب شغله في مركز المعلومات بمحافظة اسكندرية ب 250 جنيه من 2006 لحد وقتنا هذا. لحد وقتنا هذا يعني حوالي 6 سنين او 7 سنين. 7 سنوات ب 250 جنيه ومعاق. تعالى بقى بص بقى، الناس الغلابة بتعينوا ب 250 جنيه، والناس اصحاب السلطة والنفوذ بتعينوا ب 900 جنيه مرتب و900 جنيه حوافز، وفلوس تانية الله اعلم بتيجي منين بياخدوها، حوالي 2800 جنيه و 2700 جنيه بتعينوا منهم يا سيدي. لا بنت لواء شرطة بتعمل لحد وقتنا هذا، ومدة خدمتها 3 سنوات. انا متحمل هذا الكلام ده، ومدة خدمتها 3 سنوات بتعمل في مكتب المحافظ. مرتبها وصل لكام؟ مرتبها وصل بتاع 2000 جنيه، بتاخد في الشهر 900 جنيه وبتاخد زيهم حوافز. وفي حاجات تاني بقى من تحت الترابيزه ما اعرفش اللي هي ايه. بنت معلق رياضي في اسكندريه، لو عايز اقول اساميهم خدت بالك، بتاخد 900 جنيه وحوافز 900 جنيه. يعني المرتبات مش بتتوزع على اساس الكفاءه؟ لا يا بيه، لا المرتبات انت تعرف المدير ولا ما تعرفوش؟ لا المرتبات بتتوزع على حسب السلطه والنفوذ. طب ما ده عقد، هو العقد هو في عقد مؤقت بشرطه وعقد مؤقت من غير شرطه. المفروض نفس العقد هو المفروض نفس العقد هو. لو هي مؤهل عالي هيزيد 25 جنيه اكتر من، مش يزيد 5 اضعاف. كتبت على المحافظ اكتر من 100 مرة على الفيسبوك على هذا. حتى لو زاد يعني الحد الادنى 250 في حد ذاته مش كفايه يعني. لا يعني هو مثلا كتبت للمحافظ والحسن البرنس اكتر من 20 مرة، ولكن لا اذن من عجين والاخرى ايضا من عجين. ايه يعني انا عايز افهم حاجة، ايه الناس دول عشان اصحاب النفوس؟ حضرتك كابتن بطل عالم في الملاكمه؟ لا ما فيش ولا بطل عالم ولا في اي كده، هم اصحاب السلطه واصحاب النفوس. عيالهم بتتعين ب 900 جنيه و900 جنيه حوافز و100 وبتعينوا في احسن الاماكن. اما العيال، اما اولاد الناس الغلابه، ده في واحد في المحافظه بياخد 150 جنيه. طبعا في واحد في المحافظه بياخد 150 جنيه. مش ممكن طبعا يقدر يفتح بيهم. انا عايز اعرف حاجه كده، فين محافظ اسكندريه يرد عليا يقول لي لا ما بياخدوش، يقول لي ابنك كذاب. والله يا كابتن احنا هننشر الرساله ديت ونتمنى يكون في رد ان شاء الله. ده في فساد، ده في فلوس بتيجي. انا مش عايز اقول حاجات تاني عشان يعني عيب يعني. في رجال الاعمال بيبعتوا للمحافظات شنط في رمضان وبتاع الكلام ده. المسؤولين الكبار اللي هم في ايديهم
المسؤولين الكبار اللي هم في ايديهم يجيبوا الحاجة دي بالتليفون بيحجزوها لنفسهم وما يدوش للناس الغلابة. الغلبان في البلد دي ضايع. نشكرك يا كابتن على اهتمامك وعلى القضية دي. طبعا موضوع كبير مش هينفع يتحل بالكلام يعني. لا موضوع كبير. لكن الموضوع طبعا محتاج ان صبر واستمرار. احنا صابرين من 2006 لحد 2013 اخدت بالك. واما جات البنات اتعينوا عقد مكتوب عقد مؤقت ب 900 جنيه وياخدوا مسهم حوافظ وياخدوا ده يعني مهزله في مكتب المحافظ. كابتن فايق بطل العالم في الملاكمة.